كانت متوترة خايفة، شعور بعدم الرغبة انها تتقدم خطوة. وقفت على باب شقة عمها مش عايزة تدخل، كان نفسها يبقى ليها مطلق الحرية علشان تهرب وترجع لبيت ابوها تاني، ولكن قدرها محتوم بالحياة في البيت ده من 10 سنين. كانت امها وابوها في اخر زيارة عائلية، كانت دايما بتعاملها مرات عمها اسوأ معاملة هي وامها. خرجها من افكارها صوت عمها: يا غادة. ايوه يا عمو. ايه يا بنتي؟ بنده بقالي مدة، واقفة عندك ليه؟ ادخلي يلا. غادة وهي بتدخل بخوف: حاضر. ودخلت غادة ووقفت جنب الباب لازقة في الحيطة وبصت حواليها. هو نفس البيت، ما تغيرش فيه حاجة، بيت عائلي بسيط لكنه مش مريح، ناقصه الدفء والحب اللي كان بيملى بيت ابوها. بصلها صبحي وفهم اللي حاسه بيه، لانه هو كمان كان بيعاني من سيطرة مراته على قراراته، لدرجة انه كان خايف يقول لها ان غادة هتيجي تعيش معاهم. هو فاكر وقتها انه سمع ما لا يرضي. فلاش باك: نعم غادة مين دي اللي تيجي تعيش معانا؟ يا ستي انا بقول احتمال كبير ومتوقع في اي وقت، لسه مش دلوقتي. هو انا بقول دلوقتي ولا بكرة؟ ما ينفعش في اي وقت. ليه بس؟ دي لحمي وما ينفعش اسيبها تعيش لوحدها. يعني ايه يا صبحي؟ انت بتحطني قدام الامر الواقع؟ ازاي يا فوزية؟ ما انا باخد رأيك اهو. ومصاريفها بقى هنجيبها منين؟ انت عارف انها في كلية طب، ومصاريفها قد ايه؟ لا كله لا كده، تقاسم عيالي في اوضهم ومصاريفهم واكل وشرب وغسيل. من الناحية دي اطمني خالص، الشقة هتتأجر والمحلات كده متأجرة. فتحي وصاني انها تصرف على نفسها من الايجارات دي، وشرط اني مصرفش عليها مليم. بصيت له بدهشة فقال لها: مالك؟ يعني ايه الكلام ده؟ لما اخوك يموت يا ناصح انت هتورث معاها، يعني برضو المال هيبقى مال عيالك اللي انت فرحان قوي وبتقول انها هتصرف على نفسها. فتحي كاتب كل حاجة باسم غادة يا فوزية، يعني لنا ولا فتحي نفسه ليه في البيت والمحلات حاجة. عايز يضمن لها مستقبلها، وانت طز فيك. وانت يا ابو قلب حنين عايز تلمها في بيتك، مش كفاية حرمك من ورثك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ستي يعني هو احنا كنا مستنيين نورثه؟ مش يمكن ربنا يشفيه وتحصل المعجزة ويخف؟ ودي هتنام فين ان شاء الله؟ ممكن تنام مع جيهان في اوضتها. وافرض جيهان ما وافقتش ولين ضايق بنتنا ونخنقها في بيتها؟ مالكيش دعوه انتي، وانا هكلمها واقنعها ان شاء الله، وهجيب كنبه صغيره من اللي بتفردوا سرير دول وهحطها في اوضه جيهان، وهي تبقى غدا تنام عليها. بصيت له بحده، فصبحي قال بسرعه: هجيب الكنبه على حسابها ما تقلقيش. وبعدين اتنهد تنهيده كبيره وقال لها: فوزيه حبيبتي، انا عمري ما برفض لك طلب، وبجامل اهلك كويس جدا، وبقابلهم في كل المناسبات كويس جدا، ما بتأخرش عن اي ظرف ليهم. اظن من حقي انك تنفذي لي الطلب ده، وخصوصا انها بنت غلبانة وملهاش حد ومؤدبة جدا. ولا انت خايفة على محمود ابننا من وجود بنت غريبة في البيت لعينه تزوغ عليها؟ اهي دي اخر حاجة ممكن افكر فيها. هي غدا دي تبصلها اصلا؟ دي ارجل من ابنك، دي وشها يقطع الخميرة من البيت. حرام عليكي ما تقوليش كده، دي خلقة ربنا، وما تنسيش انك عندك بنت. فاشر، هي غدا دي تيجي جنب جيجي حبيبتي حاجة؟ دي العرسان بتتهفت عليها من دلوقتي. طيب خلاص انتي موافقة مش كده؟ امري لله، بس البت دي لو ضايقتني في حاجة هتبقى بره بيتي. صبحي وهو منزعج من لهجتها: ما تقلقيش اوعدك مش هيحصل. باك صبحي قال لغادة: اقعدي يا غادة اما ناديلك مرات عمك تيجي تسلم عليكي. قعدت غادة على اول كرسي قابلها، وكانت منكمشة على نفسها في قعدتها. بصلها فتحي وهو في عينه نظرة شفقة، ودعا ربنا في سره ان فوزية تقابل غادة كويس وتحاول تواسيها. دخل صبحي على فوزية ولقاها نايمة على السرير بتتفرج على التلفزيون في اوضتها، جنبها طبق مليان قشر لب. بصلها وقال: يعني بدل ما انتي قاعدة كده ولا على بالك كنتي جيتي معايا العزا وخدتي بخاطر بنت اخويا. بصيت له وهي مش مهتمة وقالت: جرى ايه؟ هو انا عشان وافقت انها تيجي تشرفنا هنا يبقى خلاص؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريه ثواب لوجه الله. عايز ايه يا صبحي دلوقتي؟ البنت قاعدة بره، قومي رحبي بيها، مش انتي صاحبة البيت برضو؟ قومي خدي بخاطرها وعزيها وحسسيها انك امها. وكمان حيلك ايه كل ده؟
صبرني يا رب. بصلها وسكت. اديني قايمه اما اشوف اخرتها مع الست الدكتوره. خرجت من اوضتها ولقيتها قاعده على الكرسي وكانت سرحانه. جازت على اسنانها بغيظ وقالت باسلوب بتحاول انه يكون حنين ومؤثر: اهلا اهلا يا غاده، عاش من شافك. وقفت غاده بسرعه: اهلا بحضرتك يا طنط. بستها فوزيه وقعدت: عامله ايه واخبارك ايه؟ بصت لها غاده بدهشه وما ردتش لانها لسه دافنه ابوها الصبح وهي بتسالها عن حالها واخبارها. قعد صبحي جنب فوزيه وهو بيحاول يصلح الموقف. خبط فوزيه في دراعها فقالت: معلش يا حبيبتي ما تأخذنيش، ما قدرتش اجي مع عمك اعزيكي، اصلي كنا شايلين البيت سجاجيد ومسح وتنفيض بقى، البيت كان مقلوب، قلبي معاكي يا غادة. سكتت غادة وما ردتش وهي باصة في الارض وبتتمنى انها تخرج من البيت ده. ايه يا غادة ما بترديش عليا ليه؟ مش بكلمك؟ كانت هترد لكن وقفها عمها وقال: غادة تعبانة واقفة على رجليها طول النهار واكيد محتاجة ترتاح بعد اليوم الطويل ده، اتفضلي ادخلي الأوضة يا غادة. وقفت غادة وقالت: انهي أوضة يا عمو؟ شاور لها على أوضة جيهان بنته. الأوضة دي هتلاقي جيهان بنت عمك جوه، اكيد لسه صاحيه، هتنامي جنبها النهارده لحد ما بكره باذن الله هنزل نشتري سرير صغير او كنبه على قد ما مساحه الاوضه تكفي. هو انت لسه ما جبتش الكنبه اللي قلت عليها؟ صبحي بارتباك: لا ما كانش فيه وقت النهارده نعمل حاجه. ما انت بقالك اكتر من اسبوعين عمال تقول وتعيد في الموضوع ده، واخويا عيان واخويا بيموت وجاي دلوقتي تقول لي نسيت اجيب الكنبه. هنا نزلت دمعه سخنه من عين غاده وقالت بثبات: انا كمان ما بعرفش انام وحد جنبي، انا هنام هنا في الصاله لحد بكره ان شاء الله. في الصاله فين يعني؟ انت ناسيه ان في شاب في البيت؟ لا انا ما بحبش الحركات دي، انت هنا في بيت محترم مش سايب كله على بعضه. ما قدرتش غادة ترد لكن دموعها اللي ردت بالنيابة عنها. ما قدرش صبحي يسكت اكتر من كده وقال بحدة: ما خلاص يا فوزية، انا قلت بكرة هجيب السرير، ما جاتش من ليلة يناموا جنب بعض. فوزية بعند: وسرير ليه يعني؟ هي كنبة وخلاص، دي حتى غادة رفيعة خالص ومش محتاجة مساحة يعني. استحملت غادة كل الإهانات دي وجهدت نفسها انها ما تردش على مرات عمها لانها دلوقتي هي اللي هتقويها في بيتها ولازم تحترمها مهما صدر منها. ادخلي يا غادة وارتاحي يا حبيبتي.